السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ليلة حزينة عاشتها قرية صنهو بالشرقية، وفاة المحاسب إسماعيل محمد عبد الصمد بعد غربة 5 سنين في الكويت. كانت ليلة زفافه، وكانت الفرحة بتعوم الجميع، وهو شخصيا ما كانش مصدق نفسه. لحظات الوداع كأنه كان يرى الجنة في عيونه أثناء حفل زفافه. المحاسب إسماعيل عبد الصمد توفى ليلة زفافه بعد ما قضى فرحه بالكامل، وركب عربيته هو وعروسته وفي طريقهم إلى منزل الزوجية والعرس الجميل اللي بينتظره. ولكن عرس السماء كان يباغته القدر ليكون استكمالا لزفافه في الجنة بإذن الله. إسماعيل محمد عبد الصمد محاسب بالكويت لمدة 5 أعوام. نزل أجازته عشان يتزوج، ولكن القدر كان حليفه يوم زفافه. أثناء عودته إلى منزله وعرس الزوجية وعش الزوجية، توفى أثر سكتة قلبية زي ما شايفين في الفيديو. إسماعيل فرحة عينيه تثير الحزن للجميع. ربنا يصبر والدته ويصبر والده ويصبر عروسته على فراق حبيبها، ويا رب كده يجعل الجنة مثواه، ويعوضوا شبابه وشقاه وغربته، ويأجروا بيها الجنة وخيرها ونعيمها يا رب. وربنا يصبر أهله يا رب، ويصبر أحبابه وأشقائه وأهل قريته وأهل الشرقية جميعا وكل محبيه. ربنا يرحمه، والسلام عليكم.